صباح الخير حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ طمنين عليكم، وحشيني خالص من اخر فيديو نزلته. ربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا. تعالوا بقى نشوف روتيننا النهارده. تعالوا نسمي الله كده ونبدا الفيديو بتاعنا ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. هنحضر الغدا مع بعض. عايزه بقى ايه؟ تعملوا كوبايه شاي كده، او كوبايه نسكافيه، او اي حاجه من اللي بتدينا طاقه كده وتشجعنا ان احنا نقوم نشوف اللي ورانا. ومش عايزين نوم بعد الولاد ما يطلعوا يروحوا المدرسه، عايزين نقوم بقى نشوف شغل بيتنا ونخلص كل اللي ورانا. زي ما قلت لكم كده، بص انا بحب دايما، لو عارفه، لو اتعودتي ان انت تصحي بدري كده والله العظيم هتحبي ان انت تصحي بدري على طول. وتنامي بدري. لو نمتي بدري حاولي ان انت تنامي بدري، هتصحي بدري. بصوا هنا كده، انا كنت خلصت بقى كل اللي ورايا. يعني انا كنت بس احضر معاكم الغدا وطلعت بقى ايه، يعني كانت الساعه زي 8 كده او حاجه زي كده. طلعت جبت، قلت هجيب عود نعناع اعمل كوبايه شاي. لقيت بقى النعناع طويل كده، قلت ايه هنمسكه ونجزجزه علشان يعني يطلع غيره كده، لان هو صراحه لما بيبقى ياما وطويل وكده بتحس ان الورقه يعني ناشفه كده. لكن لما الواحد لما نجزجزه كده بنحس ان هو طلع ورق جديد وورق طري وحلو. مسكته بقى نضفته كله وقصيته كده. ده بقى النعناع اللي انا باخده ده بنشفه يعني مثلا. ممكن تعملي بيه عادي شاي بنعناع. لو ما عندكش الاخضر ده بحطه برضه، بحط بضربه خالص، بنعمه خالص كده. ممكن بقى بستعمله في الفراخ المشوي. اي تتبيله يعني للفراخ وكده، بحط بس حاجه بسيطه من النعناع، بتدي ريحه حلوه وطعم حلو. تمام. مسكته بقى ايه، غسلت النعناع برضو كده ونجحته في شويه ميه، وبعد كده بنمسكه بقى نفرده. ناخد نستعمل اللي نستعمله على ما هو بينشف، يعني بحطه في المطبخ كده بينشف لوحده. بنشفه خالص وهو بينشف لوحده. تعالوا بقى نحضر الغدا مع بعض. هنعمل ايه غدانا النهارده؟ هنعمل لحمه، وهنعمل بسله، طبيخ بسله، ونعمل صينيه رز معمر، وهنعمل لكم كمان صنف حلو كده في اخر الفيديو تحفه، كان والله العظيم كان تحفه كده. تمام. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو. يلا لو لسه ما حطيتوش اللايك حطوا اللايك لو عجبكم طبعا الفيديو. لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا، نوروني وشرفوني. عايزه اقول لكم ان انتوا وجودكم شرف ليا وعلى راسي. ربنا يا رب يسعدكم ويبارك لي فيكم ويخليكم ليا يا رب، وما تحرم منكم ابدا، ويشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض، ويدي كل محتاج، وفك كرب كل مكروب، وسد دين كل مديون، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى مسكت اللحمة، قسمتها على 3 مرات كده. قسمتها على مرتين يعني. والطبق اللي هو فيه اللحمة اللي هي بدهنة يعني مدهنة شوية دي بقى نمسكها نقطعها كده. وهعمل ايه؟ هعمل بقى طبيخ يعني البسلة وكده. انا عاملة الاكل ده يقضيني يومين. انتوا عارفين زي ما انتوا متعودين معايا ان انا دايما بحب اعمل الاكل يقضيني يومين. مثلا انا النهارده هعمل معاكم اللحمة، هعمل لحمة في شوربة، واللحمة اللي انا مقطعاها اللي هقطعها دي، وهعمل بقى طبيخ، هعمل حلة طبيخ حلوة كده. دي بقى ايه، هنقض يعني البواقي الاكل بكره هناكلها يعني. تمام. من اللحمه وكده هيتبقى لحمه، وهيتبقى طبيخ ورز. ده هيبقى مثلا هنقضي بيه بكره. تالت يوم وكده ممكن بقى ايه يتبقى، لو اتبقى رز او ما اتبقاش ممكن نعدي اليوم اي حاجه. ممكن نعديه سندوتشات، ممكن نعديه بدنجان بصلصه، يعني اللي هو اعمل شويه بدنجان بصلصه كده، وجبنه جريش وجبنه قديمه، واللي هو الاكله التحابيش دي. ده تالت يوم. او نقضيه سندوتشات ونعمل كمان بيض معاه يعني كده. يعني ايه، تالت يوم نمشي كده، لاني انا عامله الاكل ده يقضيني يومين. تالت يوم بقى هنعديه اي حاجه. اللهم صل على النبي. وهنا بقى مسكت اللحمة دي هنسلقها يعني. دي هنسلقها الأول، والتانية بقى هنمسكها نشوحها ونحط عليها الصلصة لحد لما تجرب تطيب خالص. هنحط عليها البسلة. أنا كنت جايبة كيس بسلة صراحة، أنا مخلصة البسلة أصلا من زمان يعني. ما كنتش السنة اللي فاتت خزنت بسلة قد كده. كنت بقى في البلد وبنقول يعني قدام وانا قاعدين يعني وكده. اختي قالت لي بقى ان انا عندي بسله وكده، لقيتها جايبه لي كيسين حلوين يعني، والله العظيم من السنه اللي فاتت. ما شاء الله عليها البسله كانك لسه عاملاها صبحه. مش عارفه وكانت طريه، هي مخزناها بقى وغسلاها كويس وطريه حلوه. البسله ذاتها مسكره كده وحلوه. طبخت الكيس، هي عاملاه زي كيلو وشويه مش عارفه يعني، عامله الكيس في حبه حلوين. قلت هنطبخه بحاله وناكل منه يعني تاني يوم، ولو اتبقى تالت يوم كمان جنب البيض وجنب الحاجات والرز وكده عادي ممكن نعمله يعني.
مسكت بقى اللحمة هنا كده، بصوا اللحمة كانت صبحة، كان لسه جايبينها يعني وكده. ولحت عليها وهي صبحة. اللحمة لما بتكون صبحة كمان ما بتاخدش بقى معاكي طياب. قسمتها بقى على مرتين. الكيس التاني اللي انا عبيته في الكيس ده هنمسكه نحطه في الفريزر. مثلا ممكن اعمل لحمة، لحمة ببصل. يعني هنوح تاني، مش عاملاه بشوربة. يعني اعمله مثلا اللي هي الكبسة بالرز البسمتيك، يعني اعملها زي ما بعملها بالفراخ كده، بتعجب الولاد بيحبوها. ممكن اعمل اللحمة بقى بالطريقة دي زي ما تيجي يعني. تمام. انا بقى مسكت اللحمه، حطيتها في الحله ونزلت عليها. عايزه بقى انت مثلا تعملي لها فص توم وتشوحي اللحمه فيه وتنزلي عليهم بالطماطم عادي. عايزه مثلا تحطي تغلي الشوربه الاول، الميه يعني في الحله، وتحطي اللحمه فيه عادي برضو خالص. عندي اهلي وكده بيغلوا الميه الاول ويحطوا فيها اللحمه، وبعد كده بيعملوا بقى فص توم كده لوحده في حله لوحده، يعني يسبكوا الصلصه يعني، ويحطوا فص توم ويجوا نازلين عليه بالطماطم. الطماطم تتسبك تبقى يعني تعمل صلصه وكده، بعد كده يحطوها على اللحمه عادي. يعني هي بص انا بشوحها شويه كده. بيقولوا مثلا لما تشوحيها ياما اللحمه بتكش، لكن والله انا بعملها بالطريقه دي بتبقى حلوه وما بتكشش ولا حاجه. كل واحد بقى ايه على حسب اللي بريحه وعلى حسب طريقته كده. هنا بقى مسكتها شوحتها ونزلت عليها بالبهارات، لحمه وفلفل اسود وورق لورا وملح. وحطيت عليها ايه وانا بقى بعمل البصل كده للبسله، حطيت عليها شويه بصل متقطعين حتت صغيره كده. إيه البصلايه بقى اللي انت بتقطعها حتت صغيره دي وتحتفاها مع شوربه اللحمه، صراحه بتخلي لا طعم اللحمه تحفه، بتخليها طعمها حلو خالص. عايزه تحطي بصل سليم حطي. هنا بقى مسكت حطيت معلقه دهنه كبيره كده، هنعمل بقى البسله ونزلت عليها بالبصله. هنشوحها. بصي لو مش تعملي البسله مثلا مش هتحطي عليها لحمه، ممكن تشوحي البصله كده وتنزلي بالبسله على البصله. يعني لو مش هتطيبي لحمه يعني انا بصوا هنطيب اللحمه الاول علشان اللحمه بتاخد وقت يعني. انا ممكن كنت سلقت اللحمه مع اللحمه التانية، بس انا عايزه الصلصه ذاتها تشرب من يبقى واخده طعم اللحمه، والبسله تاخد اللحمه من اولها لاخرها، يعني من اول ما كده يعني تفهمني. هنا بقى مسك قلت هشوح اللحمه مع البصله كده شويه، وبعد كده ننزل عليها بالصلصه. هنا بقى حطيت لها فلفل اسود برضو وبهارات لحمه وورق لورا وكزبره ناشفه. ده بقى لحمه الطبيخ يعني، حط عليه شويه كزبره ناشفه يديله طعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بس خلاص شوحنا بقى اللحمه وحطينا عليها البهارات بتاعتها. مش هنحط الملح دلوقتي، هحطها يعني ايه شويه كده بس لما تجرب تطيب، علشان الملح بيخلي اللحمه تغيب معاكي شويه. واللحمه التانية برضو ما حطيتش عليها ملح. هننزل بقى ايه بشويه طماطم حلوين كده. بصوا الطماطم دي هتلاقيها ياما، بس هي دوبك على طبق على الكيس البسله. بس بقى هنغطي الحله. وبعد كده بقى نغطيها لحد بقى اللحمه ما تطيب. هتكون الطماطم اتسبكت وكده. بصوا هنا كده كانت بعد ما شوحت اللحمه وكده نزلت عليها ميه مغليه على طول من الكتل. تنزلي بقى بالميه المغليه على طول من الكتل. بص بتوفر معاكي، ما بتاخدش يعني، بتغلي على طول اللحمه ولا تسود منك ان على ما تزودي ميه بارده وكده على ما تغلي وكده. لا الكتل بقى لما تزودي ميه سخنه على طول اللحمه تغلي معاكي بسرعه وما تاخدش طياب كمان معاكي بسرعه. هنا بقى كان خلاص اللحمه اتسبكت خالص في الصلصه كمان وكانت مجربه الطيب. هنزود بقى شويه شوربه. لو انت عامله مثلا مش عامله لحمه خالص، سيبك من اللحمه اللي انا عاملاها في الشوربه وكده. ما عندكيش انت طيبتي اللحمه كده وسبكتيها في الصلصه وكده، ممكن تزودي ميه مش شرط لان انت بطيبه لحمه اصلا. بس بقى ايه اللحمه لما يكون عندك مثلا شوربه هيزيدها حلاوه، يعني الطبيخ هيزيده حلاوه تفهمني. هيبقى احلى كمان بالشوربه لما تزودي شوربه ما تزوديش ميه. تمام. لكن عادي خالص لو انت عامله البسله باللحمه وزودتها ميه، عادي هيبقى طعمها تحفه كمان. بس انا عكمني انا مزوده عندي يعني مطيبه لحمه وكده وعندي شوربه ياما، هنزود بقى البسله من الشوربه وخلاص. هنا بقى مسكت طلعت كيس البسله، طلعت كيس منهم ومسكته شطفته تحت يعني غسلته كويس من التلج وكده. لازم برضو البسله لما تكوني مفرزاها في الفريزر لازم تطلعيها من الفريزر تغسليه. إيه. بس بقى ايه في ناس يعني برضو بتطلعها من الفريزر كده تحطها في ميه سخنه، يعني تطلعها تيجي حاطه لها ميه مغليه عليها. يقول لك بقى ده بقى ايه بيطلع منها اي ريحه او اي حاجه، بس والله ده ما كان لها ريحه وكان طعمها زي العسل.
ده برضو ايه كان واحنا قاعدين برضو اختي كانت بتقول كده، يعني بتقول لو عايزه مثلا البسله عندك حبايه كبير وكده وعايزه ممكن تطلعها من الفريزر وتحط عليها شويه ميه مغليه، تبقى حلوه خالص كمان. بس انا لقيت البسله دي ذاتها اصلا طريه يعني. هنا بقى بصوا خلاص طيبتها. عايزه اقول لكم كانت طبق بسله طبيخ والله العظيم كان تحفه كده. ودي بقى الشوربه كده باللحمه، وده عملت صينيه رز معمر كده. ده بقى الاكله الشتويه يعني، الاكله العسل اللي انت تاكليها كده وتتدفي. مش شرط كمان لحمه والله، شويه الطبيخ على اللحمه دول مع طبق رز كده، وتحطي مع طبق مخلل ليمون بقى، او طبق اي مخلل لفت او جزر او اي مخلل يعني. بس صراحه الاكله ده انا بحبها مع طبق مخلل ليمون يعني. بس بقى وتحطيه كده. مش شرط اللحمه خالص، مش هقول لكم يعني، بس انا قلت ايه، هنطيب بقى اللحمه بدل ما نعملها بكره وكده، هنعملهم الاتنين مع بعض وقضوني مثلا يومين كده، تالت يوم نعدي اي حاجه كده يعني. تمام. هنا بقى بصوا كنت بغرب بقى الاكل، وهنحط بقى اللحمه كده وصينيه الرز، وكانت سخنه كده، والجو بقى بتدفي صراحه، بتدفيكي كده لو هتاكلي بس الرز وهو سخن كده، بالذات صينيه الرز المعمر دي. عندي الولاد مش عارفه ما بحبوش الرز المسلوق قد كده، بحبوا بس الرز اللي هو البسمتي. بس انا ايه، بستسهل بقى ونعمل لهم مثلا رز بشعريه، رز مسلوق كده يعني. بس عايزه اقول لكم الرز المعمر مفيش بعده يعني، هو احلى حاجه يعني. هنا عملت طبق سلطة، كان عندي خس وجرجير وخيار وكده وقرن فلفل. عملت طبق سلطة بالخضار. بص احلى حاجة في الشتاء كمان اللي الخضار بيبقى بص صابح كده، والخضار عمره ما يبقى. هو الشتاء عامة عسل كده في كل حاجة، في الخضار بتاعه، في الطماطم، في البسلة، في الكوسة برضو بتبقى صابحة كده، والجزر برضو موجود. الشتاء فيه كل الخضار صراحة يعني. هنا بقى بصوا ايه رأيكم في الغدا بتاع النهاردة؟ يا رب يكون عجبكم. اعملوا بس شوية البسلة العسل دول جنب طبق الرز، جنب طبق اللي هو الليمون المخلل ده. عايزه اقول لكم ان الغدا هيبقى خطير كده معاك، مع طبق سلطه بقى مع كده يعني. تمام. هنا اللحمه كانت طيبه كمان. وتعالوا بقى نشوف ايه الحلو اللي احنا هنعمله مع بعض. بصوا هي زي البسبوسه كده. انا كنت عامله الحلو ده كان بالليل يعني، امبارح بالليل، قلت هنزله لكم في اخر الفيديو كده. هنا انا كنت حاطه كوبايه دقيق عليه، حطيت عليها كوبايه سميد، سميد من بتاع البسبوسه، على كوبايه دقيق عادي من الدقيق بتاعنا اللي احنا بنخبز بيه يعني. تمام. ونزلت عليهم بمعلقة بودر، يعني معلقة صغيرة بودر، وحاجة بسيطة من الملح كده. عندك بقى ايه نص كوباية جوزة الهند، هننزل عليها كمان. انا مش محطة نص كوباية، انا حاطة زي ربع كوباية، لان عندي الولاد ما بحبوش جوزة الهند قد كده يعني. تمسكي بقى الكلام ده كله تقلبيه مع بعضه كده، وهتنزلي برضو بجوزة الهند. ده كانت ايه ده كان نص كوباية سكر يعني، نص كوباية الا مثلا معلقة، مش هنحط نص كوباية كاملة يعني. تمام. سكر. وهنزل عليها بكوباية بنص كوباية من اللبن، لبن الحليب عادي مش اللبن الرايب. وايه تاني يا ربي، ونص كوباية سمنة برضو هنا كده. عايزة بقى ايه تحطي لبن رايب عادي يعني، بس انا عملته بالحليب يعني، الحليب بالقشطة كده يعني، حليب دسم يعني. تمام. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه برضو، وننزل بقى عليه بالايه بكوبايه الدقيق وكوبايه السميد ونص كوبايه الجوز الهند والبودر والملح. هننزل بقى عليه بالخليط كده. بصوا الحلو ده ما بياخدش حاجه معاكي خالص. انا جربت يعني، قلت هو بسبوسه يعتبر. عارفين البسبوسه اللي بنعملها مش بالكياس الجاهزه، لا بالسميد، دي زيه بالظبط. بس ايه ده هنعمله مكوره يعني زي الكوره كده. هنمسك بقى الكلام ده كله نقلبه. بصوا انا هنا كده حطيت كوبايه نص كوبايه من الحليب، صراحه عايز معايا كمان نص كوبايه من السميد يعني. حطيت بعد لقيت العجينه طريه خالص كده، جيت نحط لها بقى نص كوبايه سميد تاني يعني بصوا اللي انا الحلو اللي انا بعمله معاكم ده هياخد ايه معايا. هياخد كوبايه دقيق، عليه كوبايه ونص من السميد، عليها نص كوبايه سكر الا معلقه كبيره، وعليها كمان نص كوباية جوز الهند، ومعلقة صغيرة اسمه ايه يا ربي، بودر، وحاجة بسيطة من الملح. بس هنقلب بقى الكلام ده كله، ونص كوباية سمنة. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه. بص انا عاملة الحلو ده يعني كده والله مش بالمقدار ولا حاجة. بس طلع التحفة، كان طلع زي العسل يعني، حلو خالص. ممكن يعني كتغيير، بدل ما نعمل البسبوسة في الصينية وكده، هنعملها زي انا ما عملتها معاكم كده، هنغير يعني في الشكل وكده.
هنا بقى جبت الصاجة بتاعت الفرن الكهرباء، مش هنحطه في الفرن الكهرباء البسبوسة، كمان هحطها في الفرن البوتاجاز، علشان البسبوسة بحس ان الكهرباء يعني بتبقى ضعيفة او حاجة زي كده، بتغيب معايا ياما في الفرن، بنحس ان الفرن مصاها كده بتبقى ناشفة معايا. لكن لما بحطها في فرن البوتاجاز بتاخدش طياب، بتولعي لها عادي يعني نار متوسطة مش عالية، يعني على 180 كده، مش عالية خالص، لا هي العالية ولا هي اللي واطية. هنمسك بقى ايه، دهنا الصينيه كده سمنه، وهنمسك بقى البسبوسه نكورها كده، بصوا عجينتها، وكمان ما تعجنهاش ياما، يعني بصوا انا بنعجنها، بس بنجيب اللي فوق اللي تحت كده، يعني ايه بالراحه، مش هنعجنها عجين يعني عجين زي ما شفت، فضلت اقلب فيها شويه كده لحد ما شربت كل السوائل وكل حاجه. ومش عايزين بقى نغيبها، احنا عايزين بس تعجنيها من هنا، وتبتدي ان انت تشكليها، وتكوني مولعه الفرن بتاعك على درجه 180، لو عالي توطي شويه على حسب زي انت ما بتطيبي البسبوسه يعني. تمام، وهنحطها على الشبكه في الرف الوسطاني وخلاص. وبقى اول ما تبتدي تاخد لون من تحت وكده، هتبتدي ان انت تولعي لها الشوايه وتاخد لون وخلاص. بس اهم حاجه تظبطي السمنه بتاعتك، لان هي البسبوسه احلى حاجه تخليها حلوه، تحط ان تكون سمنتها مظبوطه. ولو مثلا طلعت البسبوسه معاكي ناشفه او كده، او سمنتها يعني ناشفه كده، ممكن وانت بتعملي اللي هو المحلول بتاعها، يعني السكر اللي انت هتحطيه عليه، ممكن تحطي لها معلقه سمنه يعني في المحلول، لان ممكن لو ناشفه شويه تبقى السمنه بتاعتها شويه. حطيناها كده في الفرن وطلعتها بقى هنا كده، كنت عاملاه محلول، كان عندي محلول اصلا في التلاجة اللي هو كنت عاملاه، بحب دايما يكون عندي يعني في التلاجة وكده. بتعملها بقى زي كوبايتين، كوباية ونص من السكر عليها كوباية مية، او كوبايتين سكر عليهم كوباية الا ربع من المية، زي ما انت عايزة بقى المحلول بتاعك كده. هنا بقى خلاص هنحطها كده، تغطسيها فيه وتطلعيها زي ما كأنك بتعملي بجلاوة وحاجات من دي يعني. تمام. عايزه اقول لكم والله العظيم الحلو ده بسيط خالص وعسل كده كتغيير يعني. هوريهولكوا دلوقتي كمان بعد ما نطلعه كده. بص انا هطلعه في حاجه نصفيه يعني، لانه هو هيشرب، ومش عايزه، انا بحب الحاجه ما تكونش يعني ايه شاربه سكر زياده عن اللازم. ليه؟ لاني بحس ان يعني عشان ما تزهقيش من اكلها وكده، لان احنا حاطين لها اصلا سكر في العجينه، مش عايزينها بقى ايه تكون مسكره زياده عن اللازم. تمام. هنحطها بقى ايه في المصفى وكده، تصفي الحاجة اللي باقي فيها، ولو لقيتها مثلا شربت، ممكن في الاخر ترش عليها شوية عسل، يعني شوية من اللي هو المحلول ده عليها بعد ما تطلعيها وكده. تمام. هنمسكها بقى نعملها كلها بالطريقة دي، وبعد كده اما بتحطها في المصفى بتيجي بقى ايه محطها في طبق وكده. لو مثلا عوزت دقتيها ولقيتها مثلا عايزة سكر تاني، ممكن بقى ترش عليها زي ما قلت لكم كده. خلاص بقى، بصوا هي كمية العسل اللي كانت عندي كانت يا دوبك، يعني ما عملتش اصلا، ما طيبتش، بس هي كانت يا دوبك. حابه الباقيين دول بقى ايه، لو لقيتها مثلا مش شاربه كويس هرشهم عليها وخلاص بعد ما احطها في الطبق. عايزه اقول لكم جربوها ان شاء الله باذن الله هتعجبكم، وبسيطه خالص وبالف هنا، لان بجد تحفه. بصوا بتلمح كده وزي العسل والله، زي هي اصلا بسبوسه يعني، بس كشكل تاني يعني ايه، حبيت ان انا نغير في الشكل وكده. بس خلاص، دي بقى ايه تمسكيها مثلا لو ما اكلتهاش الباقي، تمسكيه تعبيه في علبه وكده وتحطيه على رف التلاجة عادي، تاني يوم كمان والله بتبقى احلى من اول يوم. صدقوا بتبقى احلى يعني. هي البسبوسه اصلا انا بحب اكلها تكون سخنه يعني، بس انا لما اكلتها تاني يوم كان طعمها حلو خالص. اكتر حاجه بحبها ناكلها سخنه وكده بعد ما تطلع من الفرن. الكنافه اللي انا بعملها بالقشطه وكده، واللي هي البسبوسه، بصوا عايزه اقول لكم دايبه كده بتدوب في البوق، طعمها تحفه. جربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم بجد والله، جربوها هتعجبكم خالص يعني، وهتعجب الولاد كمان. بصوا انا عماله ناكل، كان طعمها حلو، هي كمان كانت لسه بقى طالعه من الفرن وكده. يلا ايه رايكم بقى في الفيديو بتاع النهارده؟ يا رب يكون عجبكم. يلا اشوفكم فيديو جديد في رعايه الله، مع السلامه.